كقلب دفاع وتسجل هدف في هذه المباراة، هو بالتأكيد ليس هدفك الأول في الدوري، من طراز المدافعين من يسجل الأهداف. أسألك عن الهدف بالذات، تحضير، رؤية للمرمى ومن ثم تسديد. أول شيء الحمد لله على هذا الفوز، والحمد لله ربي وفقنا اليوم وفزنا ووفقنا يعني بالذات وسجلت هدف. طبعا الجول استلمت الكرة شفت الباب مفتوح قدامي شتنا بس. في مجريات المباراة بشكل عام كان هناك في الشوط الأول لكم أفضلية على مستوى الأداء، في الشوط الثاني تقدم التعاون، لم تحسم المباراة إلا في آخر ربع ساعة، تعزو ذلك إلى اللياقة، إلى تخوف كونها ديربي؟ والله يمكن بداية المباراة الشوط الأول بالذات كان كل الفريق متحفظ أكثر، وكل واحد يبحث إنه ما يجي على أول شيء هدف. احنا الحمد لله يعني ما استطعنا إن شاء الله نكمل على هذه الطريقة والحمد لله وسجلنا الحمد لله. نفس العناصر ويتغير عمار السويح فقط، ما الذي غيره بالنسبة لكم؟ كلام نفسي معنوي أم أداء على أرضية الملعب وتكتيك؟ والله يمكن نقول مدرب الأول يمكن ما وفق معنا، يمكن طريقته كانت ما تناسبنا وحنا ما قدرنا نمشي عليه. عمار السويح مدرب يعني يعطينا نفسية أكثر وواقعي أكثر، يعني ما يجيب شيء فوق الكرة القدم، يعني كله في الكرة. أفضل خطوط التعاون اليوم كان الهجوم، ومع ذلك خرج لم يسجل أهداف في هذه المباراة، كيف استطعتم السيطرة على بدر وعلى صلاح الدين وقبلهم ميميلي؟ والله هذا توفيق شيء من رب العالمين، وثاني شيء يعني معروف هجوم التعاون يعني يستلم دوري شوت بس، فهذا قدرنا نوقفه. الله يعافيك. شكرا يحيى.